اسمي ليلى، عندي 29 سنة، مطلقة وبعيش لوحدي في شقة صغيرة ورثتها عن أمي الله يرحمها. بابا بعد ما اتجوز مرة تانية فضل إني يبقى لي مساحتي الخاصة، فكتب الشقة باسمي وقال لي: اعتبري الشقة دي حياتك الجديدة، ابدأي من أول وجديد وما تخافيش من الوحدة، دايما أنا معاكي. والحقيقة من الناحية المادية أنا كنت مستقرة، عندي شغل أونلاين وبابا واقف جنبي لو احتجت حاجة. اتجوزت فترة قصيرة بس الجواز ما استمرش. مشكلتنا كانت الاحترام، زوجي السابق ما كانش مقدرني، دايما بيشك، غير إنه خاني أكتر من مرة، فقررت أنفصل قبل ما أخسر نفسي. بعد الطلاق اعتزلت الناس شوية، بقيت بفضل البيت والهدوء، لحد ما حصل موقف غريب جدا. بدأ يوم عادي جدا وانتهى بحاجة ما توقعتش أبدا إنها تحصل. في يوم من الأيام كنت في المطبخ بحضر فطار بسيط، فجأة النار بتاعة البوتاجاز طفت. حاولت أشعلها تاني ما اشتغلتش، عرفت إن الأنبوبة خلصت. المشكلة إن دي كانت أول مرة الأنبوبة تخلص من وأنا في الشقة دي، وما كنتش أعرف مين بيتعامل مع تغيير الأنابيب في المنطقة. طلعت البلكونة المطبخ أبص على الشقق اللي قدامي، يمكن ألاقي حد من الجيران. لقيت جارتي أم منة، ست طيبة كنت شفتها كذا مرة في الأسانسير بتنشر الغسيل. ناديت عليها: يا أم منة، لو سمحتي تعرفي حد بيغير أنابيب؟ بصت عليا وقالت بابتسامة: أيوة طبعا يا حبيبتي، في واحد اسمه حسام، هو اللي بيعدي على العمارة دايما، لو تحبي أكلمهولك. فرحت جدا، قلت لها: يا ريت، أنا لسه جديدة في المنطقة ومش عارفة حد خالص. قالت لي: استني ثواني، أدخل أجيب موبايلي وأكلمه وأرجعلك. بعد شوية رجعت وقالت: كلمت حسام، قال لي قدامه شقتين يخلصهم وهيجي على طول، استني بس حوالي ساعة. شكرتها جدا ودخلت شقتي. الساعة عدت ببطء وأنا مش عارفة أعمل أكل ولا حتى أشرب حاجة سخنة. بعد حوالي ساعة سمعت جرس الباب بيرن. قلبي دق شوية لأن أنا مش متعودة حد يجي لي البيت. مين؟ أنا حسام، بتاع الأنابيب، أم منى كلمتني ليكي. فتحت الباب بحذر، لقيته شاب في أوائل الثلاثينات، لابس جلابية بسيطة ونظيفة، شايل أنبوبة على كتفه وابتسامة واسعة على وشه. قال لي: السلام عليكم يا أستاذة ليلى، أنا حسام، بتاع الغاز، فين المطبخ؟ أغير لك الأنبوبة؟ قلتها له بهدوء: اتفضل، المطبخ على يمينك. دخل المطبخ وبص على الأنبوبة القديمة وقال: دي فعلا فاضية خلاص، هفكها واركب الجديدة في أقل من 5 دقايق. وأنا واقفة عند باب المطبخ ملاحظة إنه بيرمي تعليقات خفيفة ولطيفة بس محترمة في الأول، زي: شقتك حلوة ومرتبة، باين عليكي ست بيت شاطرة. ضحكت بهدوء وقلت: على قدي والله. لحد هنا كان الموضوع عادي جدا، بس اللي حصل بعد كده ما كانش عادي إطلاقا. في اللحظة اللي خلص فيها تغيير الأنبوبة التفت لي وهو ماسك الإيصال وقال: بصي بقى يا أستاذة ليلى، أنا مش بس بتاع أنابيب، أنا كمان. وتوقف عن الكلام فجأة وبصة غريبة ظهرت في عينه: إعادة الجذب. يا ترى حسام كان عايز يقول إيه؟ وإيه الحكاية اللي ورا النظرة الغريبة دي؟ استنوني في الجزء الثاني عشان تعرفوا أول مفاجأة في قصتي مع بتاع الأنابيب. سكت حسام لحظة وبعدين ضحك كأنه كان بيهزر وقال: أنا مش بس بتاع أنابيب، أنا كمان بتاع واجب، يعني لو احتجتي أي حاجة في الشقة، صيانة، مسمار، حنفية بتسرب، اعتبريني أخوكي. حاولت أضحك عادي وأكسر التوتر، قلت له: شكرا يا حسام، كتر خيرك. قال لي: على فكرة، قولي لي حسو، مش بحب حد يناديني حسام، بحسها رسمية قوي. استغربت شوية من دلعه لنفسه، بس قلت مش مشكلة، ناس كتير بتحب الأسماء الدلع. ماشي يا حسو. عيونه لمعت وقال مبتسم: الله، طلع من بقك زي العسل. حسيت إن الجملة دي فيها شوية جرأة، بس قلت ممكن أسلوبه كده مع الناس. بعد ما خلص تركيب الأنبوبة وقف في المطبخ كأنه مش مستعجل يمشي، وبدأ يسألني: انتي ساكنة لوحدك هنا؟ ترددت لحظة بس قلت الحقيقة: أيوة أنا لوحدي، بابا ساكن في حي تاني. قال: متجوزة ولا لسه؟
قلت كنت متجوزة واتطلقت. هنا نبرة صوته اتغيرت شوية وبصلي من فوق لتحت بسرعة، وبعدين رجع ركز في عيني وقال استغفر الله يا رب، اللي يسيب واحدة زيك يبقى ما يخمش حاجة. اتحرجت، قلت له ما هو كله نصيب في الآخر، والخير في اللي اختاره ربنا. قال بس برضو انتي شكلك محترم وكلامك موزون وواضح انك ست بيت كويسة، يعني حرام حد يظلمك. حاولت أغير الموضوع. المهم يا حسو، الأجرة كام علشان أحاسبك؟ قال أنا هاخد أقل حاجة بس بشرط. بصيت له باستغراب. شرط إيه؟ قال ما تبقيش تكلمي جارتك أم منا تاني لو الأنبوبة خلصت، كلمي حسو على طول من غير وسائط. ضحكت وقلت له طيب حاضر، مفيش داعي لوجود وسيط. طلع تليفونه وقال لي هاتي موبايلك أسجل رقمي وسمي نفسي عندك حسو، ولا تحبي أكتب إيه؟ قلت له زي ما تحب. كتب اسمه حسو، الطوارئ الخاصة. استغربت وقلت له إيه كلمة الخاصة دي؟ ابتسم وقال يعني خدمتك عندي أولوية عن غيرك. بدأ بعدها يدخل في كلام شخصي أكتر. أنا على فكرة كمان مطلق، كنت متجوز واحدة صعبة، حياتي معاها كانت مستحيلة، من 2.5 سنين سبتها، من ساعتها وأنا لوحدي، والوحدة صعبة. ربنا يعوضك خير ويعوضك انتي كمان، ويمكن يكون التعويض في نفس الشارع، مين عارف. الكلام بدأ ياخد منحنى مش مريح بالنسبة لي، بس كنت بحاول أضحك وأعدي. ما نستعجلش على رزقنا يا حسو. سكت لحظة وبعدين قال بصراحة أنا من زمان مرتحتش في كلامي مع حد زي ما ارتحت في كلامي معاكي النهاردة، حاسس إني أعرفك من سنين. رديت بحذر، يمكن عشان إحنا الاتنين مرينا بتجربة شبه بعض. قال ممكن، بس في حاجة تانية كمان. وبدأ يقرب ناحية باب المطبخ. منظر جسمه ظله غطى جزء كبير من الباب، وبصت عينه بقت مختلفة، مزيج بين فضول وإعجاب. ساعتها قلبي بدأ يدق بسرعة، حسيت إن الموضوع ممكن يتجاوز حدود بتاع أنابيب، وجارة متضايقة من أنبوبتها. إعادة الجذب، هل حسوا كان نيته مجرد كلام ولطافة؟ ولا في حاجة أبعد من كده؟ وإيه اللي خلاني ما اكتفيش من أول زيارة وأكمل في التجربة الغريبة دي؟ استنوني في الجزء الثالث، يوم ما طلب كوباية الشاي اللي غيرت كل حاجة. بعد ما خلص كلامه عن طلاقه ووحدته، وقف عند باب المطبخ وبصلي وقال بصي يا ليلى، أنا عارف إن ممكن كلامي يكون كتير شوية، بس من الآخر أنا بني آدم صريح، ما بحبش ألف وأدور. سألته بحذر صريح في إيه بالضبط؟ قال صريح في إحساسي. أنا شايف إنك ست محترمة ووحيدة، وأنا راجل لوحدي، ومن حقي أدور على حياة جديدة. حسيت إن الكلام داخل في حتة مش مناسبة، فقلت له هو إحنا لسه عرفنا بعض من ساعة، خليك بس بتاع الأنابيب الطيب وكل حاجة تيجي بوقتها. ضحك وقال معاكي حق، يمكن استعجلت شوية، معلش، دماغ الراجل أما يلاقي حد بيرتاح له بتجري بسرعة. حاولت أغير المود وأسأله حاجة عملية. طيب يا حسو، لو الأنبوبة الجديدة دي فضلت عندي قد إيه؟ رد لو استخدامك عادي ممكن تقعد معاكي من 2 ل3 أسابيع، لو استخدامك زيادة ممكن أقل شوية. قلت مازحة يعني لو عايزة أشوفك تاني أزود استعمال البوتاجاز. ضحك من قلبه وقال أهو كده الكلام، بس اوعي تتحرقي وانتي بتطبخي عشان تشوفي حسو. ثانية صمت غريبة عدت وبعدين قال بقولك إيه، أنا نفسي في طلب صغير. سألته إيه هو؟ قال ممكن أشرب كوباية شاي قبل ما أنزل؟ طول اليوم طالع نازل على السلالم ومحتاج حاجة تصحيني. بصراحة ترددت، بس قلت في نفسي هو راجل في الشغل وجار تقريبا وطلبه مش غلط. قلت له ماشي، استنى في الصالة وأنا أعملها لك. قعد على الكرسي في الصالة وأنا دخلت المطبخ أحضر الشاي. وأنا واقفة بحرك المعلقة في الكوباية دماغي شغالة، هو ليه من أول مرة بيحاول ياخد راحته في الكلام بالشكل ده؟
وليه حاسس نفسه قريب مني بالشكل ده؟ وفي نفس الوقت ليه أنا مش منزعجة للدرجة اللي تخليني أطرده فوراً؟ قدمت له كوباية الشاي. قال: تسلم إيدك، شكل الشاي ده معمول بحب. ضحكت بخجل. هو كله شاي يعني؟ رد: لأ، في شاي يعدي عادي، وفي شاي تاني تحس إنه صاحبه مهتم. قعد يشرب بهدوء، وبعدين بدأ يسألني عن شغلي، عن دراستي، عن أهلي، عن سبب طلاقي. كان صوته هادي وكلامه فيه تعاطف. قلت له جزء بسيط عن قصتي. مشكلتي إني كنت دايماً بحاول أحافظ على البيت، لكن ما لقيتش حد يقدر، فاخترت أسيب بدل ما أعيش مكسورة. قال: أحسنتي، اللي ما بيحترمش مراته ما يستاهلهاش، انتي تستاهلي راجل يشيلك في عينه. كلامه لمسني، لأني ما كنتش بسمع كلمات التقدير دي من حد بقالي فترة طويلة، خصوصاً كرجل. بس برضو جوانيا كان في صوت بيقول: خدي بالك، ما تمشيش ورا الكلام المعسول بسهولة. بعد ما خلص الشاي وقف ولبس الحذاء وقال: بصي بقى يا أستاذة ليلى، أنا رقمي عندك، وانتي عندي بقاتي زبونة خاصة. أول ما الأنبوبة تبتدي تضعف رني علي على طول، وأنا هجيلك فوراً. قلت: إن شاء الله، لو احتجت هكلمك. ابتسم وقال: مش لو احتجت، لما تحتاجي. أنا حاسس إننا لسه هنتقابل كتير. خرج وقفل الباب. وقفت في نص الصالة ماسكة الموبايل وببص على اسمه اللي هو مسميه حسه، الطوارئ الخاصة. ابتسمت بدون وعي، وفي اللحظة دي خطرت لي فكرة غريبة جدا، فكرة ما كنتش أتخيل إني ممكن أعملها: إعادة الجذب. إزاي تحولت أنبوبة الغاز لمبرر إني أستنى مكالمة؟ وإيه الفكرة اللي خطرت لي وخلتني أستهلك الغاز بشكل مختلف؟ استنوني في الجزء الرابع، لما قررت أختبر المفاجأة اللي حسه وعدني بيها. بعد ما حسه مشي، فضلت قاعدة في الصالة أفكر في اللي حصل. مشكلتي ما كانتش في تصرفه قد ما كانت في رد فعلي أنا. ليه حسيت باهتمام؟ ليه بكلم نفسي وأقول هو مهتم، ولا مجرد راجل بيلطف الكلام عشان يكسب زباين أكتر؟ في اليوم الأول رجعت لحياتي العادية، شغل، أكل، شوية تلفزيون ونوم. بس كل ما أدخل المطبخ وأشوف البوتاجاز شغال، ألاقي عيني بتروح تلقائياً على الأنبوبة. أفتكر كلامه: أول ما تحسي إن الأنبوبة بتضعف رني عليا. وكان في جملة قالها قبل ما يمشي ولسه عالقة في دماغي: المرة الجاية هجيلك ومعايا مفاجأة تفرحك. كلمة مفاجأة دي علقت في دماغي بشكل غريب، وخلتني أبدأ أتصرف تصرف مش طبيعي شوية. بدون ما أخطط بدأت أستخدم البوتاجاز أكتر من المعتاد، أعمل شاي مرتين في اليوم بدل مرة، أسخن أكل على النار حتى لو ممكن يتحط في الميكروويف، أغلي مية زيادة بحجة إن الجو برد، مع إني مش للدرجة دي. بعد يومين بدأت ألاحظ إن الأنبوبة بتخلص أسرع من المعتاد. كان في جزء جوايا عارف إني بعمل ده متعمد، وجزء تاني بيحاول يقنعني إني مش مستنية حسه، أنا بس بستخدم شقة جديدة وحابة أطبخ. في مساء اليوم الثالث وأنا بعمل أكل، لاحظت إن النار بقت أضعف، قلبي دق شوية. حسيت بشيء غريب بين الفضول والخوف. قربت إيدي من الشعلة، فعلاً بقت ضعيفة. وقفت قدام البوتاجاز وسألت نفسي بصوت مسموع: معقول أنا بجد مستنية الأنبوبة تخلص عشان أشوفه تاني؟ قعدت حوالي نص ساعة في شدة داخلية، أكلمه، أستنى يوم كمان، أطلب من حد تاني وخلاص، وأقفل الباب على أي احتمالات. بس الفضول كسب. قلت: أنا مش بعمل حاجة غلط، هو عامل نفسه محترم وبيتعامل مع كل الناس. فتحت التليفون، بصيت على رقمه وضغطت اتصال. ألو؟ أيوة يا أستاذة ليلى، منورة. إزيك يا حسو؟ أنا الأنبوبة عندي قربت تخلص، النار بقى ضعيفة. أهو ده الكلام يا ستي. طب بصي، أنا فوق السطوح دلوقتي بسلم أنبوبة، خلال نص ساعة هكون عندك، منسيتش المفاجأة. قلبي دق أسرع لما كرر كلمة المفاجأة. قفلت المكالمة وبصيت لنفسي في المراية في الصالة. كنت لابسة عباية سودة واسعة بسيطة، اللي بلبسها في البيت لما يكون ممكن حد يجي يقرأ عداد أو يسلم حاجة. رتبت طرحيتي بسرعة وظبطت شكل الشقة شوية،
مش عارفة ليه بتفاصيل أكتر من اللزوم. عدى تقريبا 35 دقيقة. جرس الباب رن. مين؟ حسه بتاع الأنبوبة، ومعاه مفاجأة كمان. دخل الشقة بابتسامة أوسع من المرة الأولى، شايل الأنبوبة الجديدة، وفي إيده التانية كيس أبيض صغير. إيه الكيس ده؟ ده جزء من المفاجأة، هتعرفي كمان شوية. اتجه للمطبخ وهو بيتكلم معايا بطريقة بقت أكثر راحة واقتراب، كأنه مش جاي يغير أنبوبة، كأنه جاي لحد يعرفه من زمان. وأنا واقفة على باب المطبخ حسيت بوضوح إن المرة دي مختلفة. هو حاسس براحة أكتر، وأنا نفسي مش زي المرة الأولى. إعادة الجذب. إيه اللي في الكيس اللي جابه حسه؟ وإزاي اتحولت زيارته التانية لتجربة مجنونة زي ما وصفتها بعد كده؟ استنوني في الجزء الخامس، يوم ما اكتشفت حقيقة مفاجأة حسه وحقيقة نفسي كمان. حسه دخل المطبخ بكل ثقة، فك الأنبوبة القديمة وبدأ يركب الجديدة، وهو بيعلق تعليقات خفيفة كعادته. واضح إنك بتحبي الطبخ، الأنبوبة خلصت بسرعة. رديت وأنا حاسة إني مكشوفة. الجو كان برد شوية، وكنت بستخدم النار كتير. ضحك. ولا الجو برد ولا حاجة، في حد كان مستعجل المفاجأة صح؟ سكت، وبصيت له بدون تعليق، بس شكلي كان كافي يوضح له إن كلامه قرب من الحقيقة. بعد ما ركب الأنبوبة الجديدة، طفى النار ووقف قدامي، ورفع الكيس الأبيض بإيده. نبدأ بالمفاجأة الأولى. سألته: في إيه جوه؟ قال: افتحي وانتي تعرفي. فتحت الكيس، لقيت فيه علبة شوكولاتة بسيطة من النوع الشعبي، وكيس بسكويت، وعلبة شاي مغلف. استغربت وابتسمت. إيه ده؟ قال: واحدة عايشة لوحدها، أكيد محتاجة حد يفتكرها بحاجة حلوة. قلت أجيبلك شوية حاجات بسيطة نعمل بيها شاي ونتسلى، بدل ما دايما أطلع وآخد فلوس بس. اتخلصت من جزء كبير من التوتر لما شفت إن المفاجأة مش حاجة تتعدى الحدود. قلت له: شكرا، والله كتر خيرك. قال: المفاجأة التانية، إني جايلك مش بس كعامل، جاي كصاحب، يمكن كأخ، يمكن كحد مهم في يومك. قعدنا في الصالة، عملت شاي من العلبة اللي جابها وفتحنا الشوكولاتة. الكلام بينا كان مايل بين الجد والهزار. هو بيحكي عن شغله، عن مواقف غريبة بتحصل له مع الزباين، وأنا بحكي عن شغلي أونلاين وعن الوحدة في الشقة. في لحظة صمت بص ليا وقال: ينفع أسألك سؤال صريح؟ قلت: تفضل. قال: انتي رنيتي عليا بسرعة، يعني ما استنيتيش كتير لحد ما الأنبوبة تفضى خالص، مع إنك تقدري تستني كمان كام يوم. هل كنتي فعلا مستعجلة المفاجأة؟ السؤال لمس قلبي مباشرة. حسيت إني ما ينفعش أتحايل على الحقيقة جوايا أكتر من كده. قلت له وأنا باخد نفس عميق: يمكن جزء مني كان عايز يشوفك تاني، ويمكن لأني بقالي فترة طويلة محدش اهتم بيا بالشكل ده، حتى لو بشكل خفيف. ابتسم ابتسامة مختلفة فيها احترام حقيقي المرة دي، وقال: بصي يا ليلى، أنا راجل، والبني آدم ممكن يغلط لو معرفش يوقف نفسه، بس أنا مش عايزة أبقى راجل يستغل واحدة ست عايشة لوحدها. عشان كده من أول ليلة جيتلك فيها كنت بختبر إحساس غريب جوايا، مش شهوة قد ما هو إحساس إني عايز أبقى مهم في يومك، بس لازم أسيب ليك الخيار. تحبي أفضل في حياتك كعامل أنابيب محترم، ولا كصاحب وجار، ولا نوقف هنا من بدري قبل ما الموضوع يبقى معقد؟ سكوته بعد الجملة دي كان أعمق من كل الكلام اللي قاله قبل كده. أنا كمان سكت شوية وبعدين رديت: أنا مش جاهزة أدخل في علاقة جديدة، ولا عايزة أظلمك معايا، بس في نفس الوقت مش عايزة أرجع لوحدتي بالكامل. ممكن نبدأ بجيران، ناس بتسأل على بعض في الحلال من غير تجاوز. هز راسه وقال: اتفقنا، وأنا أوعدك أي زيارة بعد كده هتكون لوجه الله وشغلي، ولو قعدنا نشرب شاي يبقى كشاي بين جيران، مش بين حد عايز يستغل حد. في اللحظة دي حسيت إن التجربة المجنونة اللي كنت فاكرة إني داخلة عليها طلعت تجربة لاكتشاف نفسي أكتر. عرفت إني محتاجة اهتمام، لكن مش أي اهتمام، وعرفت أوقف الموقف قبل ما ينحرف ناحية حاجة أندم عليها. وحسوا نفسه طلع شخص بسيط
ممكن يميل شوية للمبالغة في الكلام، بس قدر يحترم حدودي لما حطيتها بوضوح. بعدها بأيام بقيت أشوف حسه أحياناً في الشارع، يسلم من بعيد وأرد السلام من غير مشاهد درامية. كل ما الأنبوبة تقرب تخلص أكلمه، يجي يغيرها، نشرب شاي، كلام بسيط ومحترم، وبعدين يمشي. لا هو ضغط علي ولا أنا سمحت لنفسي أستغل وحدتي في طريق غلط. في آخر مرة غير الأنبوبة وهو خارج من الباب قال: أهم مفاجأة عندي يا ليلى إنك عرفتي تحطي حدود، وفي نفس الوقت ما سكرتيش بابك في وش الناس الطيبين. ابتسمت وقلت: وأهم مفاجأة عندي إن بتاع الأنبوبة طلع عنده ضمير أكتر من ناس كتير ادعوا إنهم بيحبوني. إعادة الجدب الختامية. قصة ليلى وحسو مش قصة حب سريعة ولا قصة انحراف، هي قصة واحدة ست بتتعلم إزاي توازن بين احتياجها لحد يسأل عليها وبين احترامها لنفسها وحدودها. ولو حابين جزء تاني نكمل فيه مواقف تانية لطيفة بتحصل مع ليلى في شقتها الجديدة ومع جيرانها، اكتبوا في التعليقات. كملي حكاية ليلى.